مين قال ان انت عشان يبقى معاك تليفون محترم لازم تبقى دافع فيه دم قلبك؟ انا في الفيديو ده هتكلم معاك عن تليفون من سامسونج بينافس اجهزة ب1000 دولار وبيدي لك تجربة استخدام قريبة جدا وبأقل من نص السعر. فده احدث تليفون من سامسونج ال A54 5G. تليفون ب 450 دولار وبيدي لك تجربة استخدام رائعة جدا. يمكن بينافس اجهزة ب 800 وب 1000 دولار. بس للأسف الحلو ما يكملش، وهقول لك ليه خلال الفيديو. ازيك؟ انا بشوي، ولو دي اول مره ليك في القناه هنا فاهلا وسهلا بيك. وممكن تشترك في القناه لو انت حابب، وفي اخر الفيديو لو عجبك ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع اصحابك اللي بيدوروا برضو على الجهاز ده. فيلا بينا. الجهاز ده بيجي باربع الوان على حسب الدوله بتاعتك، فهو بيجي بالاسود والابيض والليموني والبنفسجي اللي موجود هنا ده. وبصراحه سامسونج عملت حركه رائعه جدا في التليفون ده، وهي انها ادت له نفس الشكل الخارجي بتاع سلسله الاس 23 الاخيره. فهو من بعيد تحس ان انت ماسك تليفون اغلى بكتير من سعره الحقيقي. حاجه كده شبه الاس 23 او الاس 23 بلس. نفس التصميم لكن بخامات اقل شويه. فهو الفريم بتاعه من البلاستيك وعليه طبقه من ورا من الازاز، ودي هتكون مساعداك شويه في الماسكه بتاعته. لكن خلي بالك ان دي هتخليه اسهل في الكسر ومش بتاع مرمطه. فالافضل انك تشتري له جراب زي ده تحافظ بيه عليه. ومقاس الشاشه هنا 6.4 من 10 بوصه فلات ديسبلاي. فهو حاجة في النص كده ما بين ال S23 ال 6.1 من 10 بوصة وال S23 بلس ال 6.6 من 10 بوصة. وهتلاقي عندك فوق مكان للشريحة، ومن ورا 3 كاميرات، ومن الجنب هنا في الفوليوم والباور بوتون، ومن تحت في السبيكر ومخرج الشاحن اليو اس بي سي. واللي الكابل بتاعه بيجي مع الجهاز يو اس بي سي تو يو اس بي سي لكن من غير الادابتور. ووزن الجهاز حوالي 202 جرام، فده وزن كويس، مش هتحس ان التليفون تقيل في ايدك لو انت بتتكلم في التليفون كتير او انت بتستخدمه لفترات طويلة. بالاضافة ان هو واخد تقييم اي بي 67، وده ريتنج كويس، فهو مقاوم للاتربة ومقاوم للمية لمسافة متر لمدة 30 دقيقة. واول حاجة هتلاحظها هنا ان الشاشة الحواف بتاعتها ملحوظة شوية، على عكس التليفونات الفلاج شيبس واللي بتديلك احساس بريميوم اكتر، بسبب ان الحواف بتكون صغيرة جدا. بس انا ما عنديش مشكلة خالص في النقطة دي، لان انا شايف ان الجهاز ده ال A54 بيديلك افضل قيمة مقابل سعر ممكن تاخدها من تليفون من سامسونج في الوقت الحالي. وانا في التليفون ده هركز كلامي بس على ال A54، لان زي ما انت لاحظت لغايه دلوقتي في تشابه كبير جدا ما بين ال A54 وما بين ال S23 العادي مثلا، او حتى ال S23 بلس. والفيديو الجاي انا هعمل مقارنه ما بين التليفونين دول، هحطهم قصاد بعض وهتكلم عن كل المميزات والعيوب اللي موجوده فيهم. فلو انت فارق معاك المقارنه ديت، اتاكد انك تكون مشترك في القناه عشان تعرف اول باول. خلينا دلوقتي نرجع نتكلم على التليفون ده ال A54. بالنسبة للشاشة نفسها فهي بأبعاد 1080 في 2340 بكسلز، وعليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 5 من نوع سوبر أموليد، وبتدي تردد 60 هرتز أو 120 هرتز، وبتدي قوة إضاءة لغاية 1000 نتس، وبالتالي هتكون كويسة وواضحة معاك في الشمس. وخلي بالك إن مفيش تليفونات كتيرة في الفئة السعرية دي بتدي إضاءة لغاية 1000 نتس، فدي تعتبر نقطة حلوة من سامسونج في التليفون ده. حتى كمان لو انت شغال على التليفون بالليل او في مكان ضلمه فالشاشه بتطفي معاك خالص، فهتكون مريحه جدا لعينك لو شغال على التليفون والدنيا ضلمه. وكمان عندك كل المميزات بتاعه شاشات سامسونج. فانت هنا عندك الاولويز اون ديسبلاي، وعندك الاي كومفورت شيلد، وعندك الاكسترا دام والدارك مود. ففي الحقيقه سامسونج ما سابتش حاجه من اوبشنز الشاشات اللي عندها ما حطتهاش في التليفون ده. وكمان دقة الشاشة هنا فوق ال 400 بكسل بير انش، فما فيش مشكلة خالص في القراية من الشاشة. بالإضافة إن زوايا الرؤية فيها حلوة قوي، فأنت هتحس إنك ماسك تليفون بريميوم ومدفوع فيه أكتر من تمنه بجد. فأنت في نقطة الشاشة دي مفيش أي حاجة فايتاك هنا، إلا بس نقطة بسيطة، هي إن أي نعم التردد بتاع الشاشة دي فاريبل، لكن بينزل أقل حاجة لغاية 60 هرتز، في حين إن التليفونات الفلاج شيب التردد بتاعها ممكن ينزل لغاية 1 هرتز لو مفيش اي حاجه بتتعرض على الشاشه، وده بصراحه بيوفر شويه في البطاريه. تاني حاجه مميزه في الجهاز ده هي السوفت وير. فانت هنا عندك احدث نسخه من السوفت وير وهي اندرويد 13 مع واجهه سامسونج الوان يو اي 5.1. وسامسونج قالت انها هتدعم التليفون ده لغايه 4 سنين سوفت وير ابديتس و5 سنين سكيورتي ابديتس. فمعنى كده ان التليفون ده هيجيله تحديثات لغايه اندرويد 17. وخلينا نلف بسرعة كده في السوفت وير. فهنا في المودز اند روتينز، واللي تقدر منها تخلي التليفون ينفذ أوامر معينة على حسب ظروف معينة. زي مثلا لما توصل الشغل
يتحول التليفون لسايلنت ويقفل الانترنت، ولما تطلع من الشغل يشغل الجرس ويفتح الانترنت اوتوماتيك. وتقدر كمان تغير النافيجيشن بار انه يكون سوايب بدل بوتنز زي ما هو موجود مثلا في الايفون. وعندك كمان الثيمز والستايلز وكمان الادفانسد فيتشرز، واللي فيها مميزات حلوة. فانت هنا عندك امكانية المالتي تاسكينج، وتقدر تفتح تطبيقين فوق بعض وتتحرك ما بينهم. وكمان سامسونج مستفيدة من الشاشة الكبيرة ديت، انها حاطة الايدج بانل، واللي منها تقدر توصل لشورت كاتس كتيرة في التليفون. فانت فعلا شغال على تليفون فيه كل حاجة موجودة عند سامسونج، حتى الميزة الرائعة بتاعت السكيور فولدر، واللي كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده مقارنة الاي او اس بالاندرويد، واللي عمل دوشة كبيرة قوي عندي في الشانل. فلو ما اتفرجتش عليه انا هسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت. بس السكيور فولدر موجود هنا في التليفون ده. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة هي سامسونج ديكس، واللي اعتقد يعني سامسونج قصده تعمل كده عشان تفرق شوية ما بين التليفونات المتوسطة والفلاج شيب. بس بقية المميزات كلها موجودة. يعني حتى ميزة الاس فيو وولت كيس، اللي هو لو انت اشتريت الجراب الاصلي بتاع سامسونج، فتقدر يكون عندك شاشة صغيرة هنا تشوف منها الساعة وتشغل وتوقف الحاجة اللي بتسمعها، او تبص بصة سريعة كده على نوتيفيكيشنز. فانت مش محتاج تفتح التليفون علشان تشوف كل حاجة. بس طالما التليفون ده فيه كل حاجة بالمنظر ده، ايه اللي بيخليه يتباع في الفئة المتوسطة ومش بيتباع كفلاج شيب مثلا زي التليفون ده الاس 23؟ في رأيي ثلاث حاجات. أول نقطة هي اللي اتكلمنا عليها من شوية، وهي خامات التصنيع. النقطتين التانيين هما البروسيسور والكاميرا. بس قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن النقطتين التانيين، خلينا نعدي بسرعة كده على مساحة التخزين اللي موجودة في الجهاز ده، لأن ده فيه اوبشن رائع جدا. فالجهاز ده بيجي بثلاث إصدارات على حسب الدولة اللي هتشتري منها. إما 6 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت، او 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 128 جيجا بايت برضو، او 8 جيجا رام مع مساحة تخزين 256 جيجا بايت. والجميل قوي بقى فيه ان في مكان لشريحة تخزين اضافية مايكرو اس دي لغاية 1 تيرا بايت. ودي حاجة بطلنا نشوفها للأسف من كذا سنة في أجهزة الفلاج شيبس. فدي فعلا نقطة تحسب للجهاز ده. خلينا بقى دلوقتي نروح لتاني نقطة بتخلي الجهاز ده يتحرك في الفئة السعرية المتوسطة دي، بعد ما اتكلمنا على موضوع الشكل الخارجي، وهي البروسيسور. فالجهاز ده بيجي بمعالج اكسينوس 1380 بتاع سامسونج. وخلينا نبقى صراحة هنا، ده مش أحسن معالج ممكن تاخده في موبايل. بالإضافة إن سامسونج مش شاطرة قوي في تصنيع المعالجات، وده اللي خلاها تروح لكوالكوم في أجهزتها الفلاج شيبس. ولو انت جايب التليفون ده علشان تلعب عليه، فانت هتقدر تلعب بس مش هتنبسط قوي بسبب الاداء اللي ممكن يكون يعني بيقطع شوية اثناء اللعب. ولو انت حاطط التليفون على 60 هرتز، فهتحس ان الحركة هتبقى مش مريحة قوي، وهتضطر انك تفضل على طول سايبه على ال 120 هرتز، واللي بدوره هيأثر على استهلاك البطارية خلال اليوم، زي ما هنتكلم في الجزء بتاع البطارية. حاجة كمان هتلاحظها ان الانيميشن في التطبيقات يعني مش افضل حاجة، واحيانا بتكون مش سموث كفايه، وفي تاخير بسيط قوي في الاستجابه. انا قادر الاحظه وانا بتحرك من تطبيق للتاني. طيب انا في نقطة عايز اوضحها بس في موضوع الاداء ده، عشان حرام لو حد عايز يشتري جهاز يبقى عارف امكانياته ايه بالظبط. هو الجهاز ده مش وحش وهيدي لك اداء كويس، بس في موضوع الجيمز مثلا التقيلة، او لما تحط عليه تطبيقات كتيرة بعد كده، هتحس الاداء ممكن يقل معاك شويه. اوكي، فهو على الاستخدام المتوسط الجهاز ده كويس جدا، ومش هتحس ان انت رميت فلوسك في الارض، فما تقلقش. لكن لو انت واحد بتحب تنجز التاسكات بتاعتك بسرعه، ومش عايز يعني الجزء من الثانيه اللي بيبقى موجود وانت بتفتح من تطبيق للتاني، ممكن ما تنبسطش قوي في الجهاز ده. دلوقتي بقى خلينا نروح لنقطة مهمة جدا، واللي بتخلي التليفون ده بيتحرك في الفئة السعرية ديت، وهي الكاميرا. فانا اعتقد ان الشريحة اللي هتشتري التليفون ده هم الناس اللي بيحتاجوا يصوروا شوية صور او فيديوهات مجرد بس عشان يحتفظوا بالذكرى، وهم مش ناس محترفين تصوير قوي. فمش هيكون فارق معاهم ان هم يصوروا مثلا في بيئة تكون اضاءتها ضعيفة، او هيكونوا محتاجين زوم عالي 30 اكس او 100 اكس، ومش هيحتاجوا يصوروا فيديو بكواليتي عالية قوي. هم كل اللي عايزينه من التليفون ان هم جاست يوثقوا اللحظة او يسجلوها عندهم. فلو على الاستخدامات دي، فالكاميرا اللي موجودة في التليفون ده هتكون مناسبة جدا. فهو في من ورا ثلاث عدسات: عدسة رئيسية 50 ميجا بكسل، وعدسة وايد 12 ميجا بكسل، ومفروض كانت تبقى العدسة التالتة عدسة زوم، لكن كانت هتخلي سعر التليفون يغلى عن كده. فعشان سامسونج تحافظ على نفس الروح بتاعة تصميم سلسلة الاس 23
بانها تحافظ على وجود 3 عدسات، استبدلت العدسة الزوم بعدسة مايكرو ملهاش أي لازمة. وفي مواقف التصوير العادية الكاميرا هنا هتكون جميلة وهتدي لك صور مقبولة، هتفتقد بس موضوع الزوم، فانت هنا اخرك انك تعمل 2x للاوبتيكال زوم و10x للديجيتال زوم. كمان اوضاع التصوير محدودة شوية، فانت ما عندكش وضع الاكسبرت رو اللي بيخليك تصور صور رو وتعدل فيها براحتك، وما فيش مثلا وضع البورتري فيديو ولا الدايركتورز فيو ولا حتى السنجل تيك. حتى في الفيديو بيصور بس لغاية 4K 30 فريم بير سكند، مش 60 فريم بير سكند ولا 8K، واللي اعتقد مش هيفرقوا قوي مع اغلب الناس اللي مجرد بيصوروا صور للذكرى. فعشان كده الكاميرا اللي موجودة هنا مناسبة جدا للتليفون ده. نقطة حلوة كمان موجودة في الجهاز ده وهي البطارية، فهي 5000 ملي أمبير، وأنا مبسوط إني بشوف بطارية بالحجم ده في التليفونات الفئة المتوسطة. يمكن النقطة اللي كانت محتاجة تتحسن شوية في التليفون ده في موضوع البطارية هي سرعة الشحن. فأقصى سرعة للشحن في التليفون ده هي 25 واطس، ده الفاست تشارجنج. أنا مش عارف يعني إيه 25 واطس ويبقى اسمها فاست تشارجنج. سامسونج احنا في 2023، 25 واطس دي ولا حاجة. فالنقطة دي محتاجين يشتغلوا عليها شوية في سامسونج. وطبعا الجهاز ده مفهوش ولا وايرلس تشارجنج ولا ريفرس تشارجنج. وحتة الوايرلس تشارجنج دي يعني مش قادر اقول ان هي حتة عوجان شوية، لان ناس كتيرة مع الوقت ومع الاستخدام الكتير للتليفون والشاحن كان السوكت بتاع الشحن بيبوظ منهم. ففكرة ان انا يبقى عندي اوبشن بتاع يعني وايرلس تشارجنج دي انا شايفها نقطة مهمة ومش نقطة رفاهية يعني. كمان مخرج اليو اس بي هنا هو يو اس بي سي 2.0، فهو مش اسرع حاجة يعني. بالاضافة بقى لنقطة في الجهاز ده انا اقدر اقول فعلا انها عيب هنا، وهي البصمة. فالبصمة في الجهاز ده اوبتيكال فينجر برينت مش التراسونيك فينجر برينت، فبالتالي بتكون ابطأ شوية في الاستجابة وبتتأخر جزء من الثانية. طيب رأيي الأخير، انا زي ما كنت بقولك خلال الفيديو ان التليفون ده سعره بيبدأ من $450، وان كنت طول الفيديو عمال اقول لك ده سعر رائع جدا وهنا انت بتاخد امكانيات عالية جدا، فده لاني كنت بقارنه بالفلاج شيبس اللي سعرها بيبدأ من 800 و900 و1000 دولار. بس انا ما زلت عارف ان ال $450 دي ممكن تكون رقم كبير بالنسبة لناس كتيرة، وخصوصا ان سعره في مصر معدي 16,000 جنيه، وسعره في الامارات حوالي 1470 درهم، وفي السعودية 1450 دينار. فدي ارقام ممكن تكون شوية كتيرة بالنسبة للناس. فاللي انا عايز اقوله لك ان لو انت فعلا كنت بتدور على تليفون يعيش معاك لفترة طويلة ويديلك اعلى قيمة مقابل الفلوس اللي هتدفعها، فالتليفون ده بجد رائع جدا. ولو انت مش فارق معاك قوي حتة الشكل ده، لان انت كده كده، او مش الشكل يعني قصدي الفريم، لان انت كده كده هتحطه في جراب على طول، ومش فارق معاك ان انت تاخد احسن كاميرا، انت عايز كاميرا بس كويسة، والبروسيسور مش عايز اسرع حاجة، فانا اشجعك جدا على التليفون ده. لكن لو انت واحد بتفكر تقول طب ما يعني اللي يخليني ادفع الرقم ده ما انا ازود شوية واجيب مثلا اول حاجة في الفلاج شيب في الاس 23 وهو البيزك اس 23، فده سؤال حلو. هخصص الفيديو اللي جاي كله عشان اجاوب عليه، نعمل مقارنة ما بين التليفونين دول وبعض. فلو انت مهتم ان انت تتفرج على حاجة زي كده وكان الفيديو ده عجبك لغاية دلوقتي، اعمله لايك واشترك في القناة عشان تبقى متابع للفيديوهات الجاية لما تنزل. وتعالى اقول لك حاجة، انا بحضر فيديو مقارنة او مراجعة للتابلت باقل من $250 من شركة كلنا بنحبها. فلو الموضوع ده يعني انت مهتم تسمعه، انشر بقى الفيديو ده لاصحابك، ويعني وعرف الناس بقى بالقناة عشان الدنيا كده بقى تتغير شوية. يلا اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.